اللي هتشوفه ده مش خيال ولا قصة من زمن تاني، دي واقعة فعلية حصلت في الشرقية، بطلها الزوج وأخوه والضحية الزوجة. خلافات زوجية مستمرة بين زوجة وزوجها اللي متجوزين من 16 سنة وصلت لطريق مسدود ورفضوا إنه يصرف على البيت. الزوجة جابت آخرها ولجأت للمحكمة لأنه رافض يطلقها أو حتى يديها حقوقها، فرفعت عليه قضية نفقة وقضية خلع. الزوج جن جنونه لما صدر ضده حكم في قضية النفقة، وراح جابها من بيت والدتها هو وأخوه. تخيل إنه سحلها من شعرها من الشقة عند والدتها لحد الشارع بهدوم البيت هو وأخوه، وجسمها كان عريان. في الفيديو ظهر أخوه هو بيحاول يحط عليها حاجة عشان يغطي جسمها، بس جوزها ما اداهوش فرصة واللي خلاها تلبس، فالاتنين راحوا شايلينها ايد ورجل وحاطينها في توك توك، وكل ده وهي بتصوت وبتصرخ. ولما جت ناس تقول له ما يصحش كده، هددوا الناس وخدوها في توك توك وطاروا. زوجة بتقول ان يوم الواقعة كانت غضبانة عند والدتها وهو جه مع اخوه وشالوني زي الشوال بهدوم البيت وحطوني في توك توك. كمان قالت إن دي مش أول مرة يتعدى عليها، وإنه كمان سرق أختها قبل كده وفتح راس مامتها 18 غرزة، ولما اتحكم عليه بالحبس 6 شهور عمل معارضة وطلع تاني. الزوجة مش مصدقة اللي حصل، خاصة النيابة أخلت سبيله بعد ما حققت معاهم بعد بلاغ أهلها، وقالت إن جوزها وأخوه ماشيين في البلد وكأنهم مفيش أي حاجة عملوها. كمان قالت أنا عايزة حقي، أنا رفعت قضية نفقة وقضية خلع وجايبة تقرير طبي قبل كده واتحكم عليه 6 شهور سجن، وعمل معارضة وطلع خدني من بيت ماما وعمل فيا كده لما خدت حكم بالنفقة، فجي قال لي جايبة لي أحكام ونزل فيا ضرب هو وأخوه وسحلوني. الزوجة كمان قالت أنا عايزة حقي، إحنا في دولة قانون، إزاي يعمل فيا كل ده ويتساب كده بدون أي حساب وعقاب؟